اللهم صل على النبي. عملت الحلاوة يا بنات، عملتها بمنتهى السهولة. أول مرة في حياتي أعملها وطلعت في منتهى الجمال، ما خدتش غلبة أبدا. التركة الوحيدة يا بنات في العسل بتاعها، والعسل سهل جدا. طريقته زي طريقة الحلاوة بتاعت زمان اللي كنا بنعملها. سكر ومية وليمون، بس كده. ولا ضفت لا عسل جلوكوز ولا حطيت ملح ليمون ولا اي حاجة في الدنيا. وقول العسل في منتهى الجمال اهي، ولا سكرت ولا حاجة ابدا، وجميلة جمال في منتهى الجمال. يلا بقى نسمي الله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، إحياء لذكرى الرسول عليه ألف صلاة وسلام. بصي بقى، أنا جربت في ربع كيلو فول سوداني هنحط عليهم نص كوباية سكر وربع كوباية مية وعصرة ليمون وباكو فانيليا، بس كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اديني حطيت السكر وحطيت المية عليها. المية تحطيها بالراحة عشان السكر ما يجيش على الحروف ويسكر. وحطيت الفول السوداني اهو في طاسة علشان اطير السقوعية بتاعته والرطوبة اللي فيه. وقلبته كام تقليبه كده، فضلت اقلب فيه لحد ايه ما اخد لون. بصي بقى العسل اول ما غلي رحت نازله بعصره ليمون، مش فص ليمون كامل، هي عصره، وباكل فانيليا. ورحت دهنه الرخامه بتاعتي بالزيت علشان لما اصبها ما تلزقش. نفس فكره الحلاوه بالظبط، لما بتدهني الرخامه نروح صابين الحلاوه وهكذا. طبعا انتوا عارفينها، كلكم عارفينها. وطبعا السوداني ايدك فيه على طول. انا خلاص طفيت على الطاسه، بس ايدي فيه علشان كل شويه تقلبيه علشان ما يبقاش ناحيه ملسوعه وناحيه فاتحه. هو اخد لون جميل قوي وسخن كده كله. وادي العسل بتاعي او الحلاوه بتاعتي خلاص، طالما عملت الرغاوي والبقاليل دي اوعي تمشي من قصادها، خليكي واقفه قصادها لانها في ثانيه تبصي تلاقي لونها اتغير على طول. وانا مش عايزاها تغمق. اول ما توصل للون الذهبي الجميل وهنعمل اختبار. اللي زينا طبعا مش هيعملوا اختبار، لان احنا بنبقى عارفين الدرجه اللي بتبقى الحلاوه بتكون استوت فيها وبقت جميله. لكن البنات الصغيرين اللي ما بيعرفوش يعملوها اصلا، بصي هتروحي واخده معلقه وتحطيها في كوبايه ميه متلجه، لو لقيتيها جمدت وبقت عامله زي الازاز في الميه خلاص تعرفي ان هي دي الدرجه المناسبه للسوى. انا عملتها بس المقطع اتحذف. عملت بصي اللون، شايفه الذهبي قبل ما يبقى بني، لون ذهبي كده جميل. تروحي حاطه السوداني بتاعك وقلب قلب قلب بسرعه كده اهو لحد ما يتغلف كله بالعسل. تمام كده؟ قولي لي تمام كده. يلا بسرعه دوسي لي لايك اوام وشيري واعملي منشن لحبايبك. ورحت صباها اهو على الرخامه وهسويها بظهر المعلقه. كان مفروض المعلقه دي اكون دهنها زيت يعني معلقه ما دون عشان ما يلزقش كده، بس ملحوقه. انا جبت سكينه تانية نظيفه ودهنتها زيت، ونزلت بقى اللي على المعلقه وقعدت سويتها كويس، بططتها بظهر بجنب السكينه كده، وقعدت اساوي الحروف، عملتها مستطيل. ما صبتش في صينيه ولا حاجه، هو على الرخامه كانت زي الفل. واسيبها بقى لحد ما تبرد واروح مقطعها. ما اقطعهاش اخلصها لا، يعني بحززها كده بالطول وبالعرض مستطيلات. بصي حته الحلاوه اهي لما نزلتها في ميه متلجه، بصي بقت عامله زي الازاز بتتكسر اهي، شايفه؟ انا ما شلتش الصوت على فكره عشان تسمعوا القرمشه والصوت بتاع الفوليه. انا حززتها اهو بالسكينه كده بالطول والعرض. والله يا ولاد طلعت جميله جمال. انا مش مصدقه نفسي. لا ده انا هعمل لسه بقى الحمصيه والسمسميه، وعندي شويه لوز هعمل لوزيه. اصلا انا ولادي ما بيحبوش حاجه في حلاوه المولد الا الحاجات المقرقشه، الحاجات الحبوب المقرقشه دي، بس ما بياكلوش الحاجات الطريه خالص. جميله. بصي بالمقطع هطلعها من الرخامه هتطلع بمنتهى السهوله، شايفه اهي؟ بصي مش بتاخد غلبة ابدا وبتتقطم معاكي سهلة جدا جدا. انا عايزة اسمعك الصوت بتاعها، سامعة؟ لا وهتسمعي كمان وانا لما خدت حتة وانا بقرقشها بتقرقش كده. جميلة. اوعي تترددي انك تعمليها، اعمليها. العيال هيتبسطوا قوي. حلاوة المولد غليت جدا يا بنات.
يعني اللي عملته بربع كيلو ده نص كيلو فوليه. نص كيلو فوليه بيتباع ب100 جنيه النص كيلو. انا كلفني ايه؟ كلفني ربع كيلو فول سوداني ب30 جنيه، طبعا والعسل السكر عندي والليمون عندي، واتعملت بمنتهى السهوله. ليه لا؟ لا طبعا نعملها في البيت اوفر مليون مره. حلو قوي. يلا نقول الدعاء الجميل بقى بتاعنا، وصلوا على النبي. وعايزين نحيي ذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ونصوم بقى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد كان بيصوم يوم مولد النبي، يوم المولد بتاعه كان بيصوم. ونحييها وناكل الحلاوة بفرحتنا بمولد النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا وآخرة، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الأذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. جربوها يا بنات هتعجبكم جدا، واوعوا تنسوني في اللايك والشير، وتعملوا منشن لحبايبكم، تعملوا منشن لاختك لصاحبتك لخالتك لعمتك، كله 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 ما تخليش حد. وضروري جدا اللايك. والفيديو ده حلو قوي وهيعجبكم جدا، واعملوها للولاد، الولاد هيتبسطوا بيها قوي، وما خدش غلبة ولا